حل الأسئلة على الفصل الأول. طيب احنا وصلنا لرقم 56. النظام المحاسبة التكاليف. نظام محاسبة التكاليف يصلح للتطبيق في نظام محاسبة التكاليف يصلح للتطبيق في ألف المنشأة المالية فقط، كل أنواع المنشأة الصناعية فقط، المنشأة الخدمة فقط. لا، كل أنواع المنشأة. المحاسبة التكاليف كل أنواع المنشأة. 57. أي من الفترات التالية تتطلب من نظام التكاليف توافر بيانات عنها عند المفاضلة بين البدائل لترشيد القرار؟ أي من الفترات التالية تتطلب من النظام التكاليف توافر بيانات عنها عند المفضلة بين البدائل لترشيد القرار؟ ألف الماضي، ب الحاضر، المستقبل، كل ما سبق. يبقى أي من الفترات التالية. ركز في السؤال واقراه مرة واثنين وثلاثة عشان تفهمه. أي من الفترات التالية تتطلب من النظام التكاليف توافر بيانات عنها عند المفاضلة بين البدائل لترشيد القرار. يبقى هنا جميع ما سبق، كل ما سبق. 58. تركز محاسبة المالية على ايه بقى؟ مستقبل، بيانات الكمية ولا غير ذلك، ولا البيانات أو الموضوعية؟ والله هو السؤال ده المالية. تركز محاسبة، نسيت فقط التكاليف بس. لا، الموضوعية. المحاسبة الموضوعية، عشان كده بقول لك اقرأ السؤال مرة واثنين وثلاثة عشان تفهمه. طيب 59. يساهم النظام التكاليف في مجال تخطيط بتوفير معلومات اللازمة للإعداد. يساهم النظام التكاليف في مجال لتخطيط توفير معلومات اللازمة لإعداد إيه بقى؟ الموازنات. يبقى هنا أقول لك إعداد قائمة المركز المالي. لا، ده تكاليف، دي ما فيهاش مركز مالي، هي محاسبة مالية. لا، قائمة دخل دي برضه لا. قائمة التدفقات النقدية مش محاسبة مالية، هي محاسبة تكاليف. يبقى هنا الموازنات. علم المحاسبي يهتم بتحديد تكلفة الوحدة. هو محاسبة؟ أكيد تكاليف. ما هو مستحيل المحاسبة المالية تحسب المنتجات أو تكلفة الوحدات. لا، ده هي محاسبة تكاليف، هي اللي بتحسب الوحدات والمنتجات وما إلى ذلك يعني. تمام. المبالغ يتم إنفاقها وتحملها للمنشأة نتيجة إهمال أحد العمال ويمكن تجنبها تسمى. المبالغ يتم إنفاقها وتتحملها المنشأة نتيجة إهمال أحد العمال ويمكن تجنبها تسمى. هو ممكن هي لما تجنبها تبدية خسارة، إنما لو هو مبالغ يتم إنفاقها اللي هو إنفاقها دي بتبقى مصاريف. لو إنفاقها دي تبقى إيه؟ مصاريف. إنما يعني المصاريف يمكن تجنبها دي تبقى خسارة مع تجنبها، مع مصاريف ملهاش لازمة كده، تبقى دي خسارة تأثر على الربح.
بس كده. وأتمنى أكون فدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.